السلام عليكم شباب. التطبيق اللي هنشرحه اليوم هو تطبيق انكس ايو. هذا التطبيق بتقدر تعدل عليه حاجات كتيرة. انا هحط لكم شروحات كلها وكيف تعمل اشياء كتيرة تحت في الوصف. اول شيء هذا بيحتاج لفاير بيز. الفاير بيز كيف تعملها هحط لك الشرح في الوصف، شرح مبسط. في هذاك لوحة ادمون ولوحة يوزر. الفاير بيز الخاص بالادمون بيختلف عن الفاير بيز الخاص باليوزر، هو نفس الحاجه بس بدك تعمل اعدادات بسيطه في الفاير بيز، وهذا هتلاقيه كمان شرح تحت في شرح لفيديو لواحد تاني. الملفات بنضغط هان. اول كيف بدنا نضيف الملفات على الفاير بيز. هذه لوحه ايش؟ هذا لوحه الادمون. بنكتب اسم السيرفر، بنسميه تشات نت. بنحط ايش؟ بقول لك ضيف ملف الاوبن في بي ان اللي انت بدك اياه. ضفنا ملفات الاوبن في بي ان. بقول لك هل تضيف الايقونه، تضغط عليها نفس اللي ضغط عليها. بنحط ايش؟ علم الاردن. هذا العلم جربته السيرفر قبل ما اعمل فيديو عشان اتاكد انه ما فيش مشاكل عندي. هلقيت بقول لك ضيف السيرفر، بنضغط عليها مره ثالثه. يعني هي ضغطه اول حاجه بتضيف الملف، ثاني ضغطه هي بتضيف الايقونه، ثالث ضغطه بتضيف السيرفر. تحت هنا بتلاقي تشيك اب سيرفر، بتضغط زي هيك. هاي السيرفر اللي احنا حاطيناه. في عندك خيارات انك تعدل على السيرفر، في خيارات انك تحذفه. هذا في ايش؟ لوحه الادمون. هلقيت نيجي للوحه اليوزر. هذا انا قبل ما اظبط عليك. هذه لوحه اليوزر، بيضغط هين. هاي اللوحه اللي قبل شوي للسيرفر اللي رفعناها هي تشات نت. بنضغط عليه زي هيك، بينضاف هيك. نضاف السيرفر. بيضغط على ايش؟ كونكت. هذا مش حيشتغل السيرفر لانه هذا ايش؟ يوزر، يعني اسم مستخدم كلمه مرور بينضاف. هذا الملفات تاعته لازم تكون بابليك. ملفات في بي ان جيت كلها بابليك. كيف بدي اعمل ملفات؟ انا بدي اعمل سيرفرات خاصه بي في الجروب تاعي وبدي اعملها بابليك. انا هعمل لك شرح ان شاء الله حينزل يوم الخميس او يوم السبت، كيف تعمل ملفات البابليك بالسكريبت تاعه بكل حاجه، يعني وصف مبسط. كيف بدك تعدل الملفات حتى تشتغل على سيلكم وعلى رامي ليفي على بليفون وعلى حبايبنا اللي حوالينا. يعني انتوا عارفين يعني الواحد بدوش يخرب في العمار. بس انا مش هحط هوستات ولا حاجه، انا هحط لكم الطريقه بس كيف بدك تعمل وايش اللي بدك تعمل، لا اكتر ولا اقل. ان شاء الله يكون الشرح واضح ويعجبكم. بتضغط على اتصال، بيتصل لو كان بابليك بيتصل، لو كان اسم مستخدم كلمه مرور حيقول لك حط اسم مستخدم كلمه مرور، وهذا مش لازم اصلا لانه حيغلبك. ليش لازم يتصل في الفاير بيز مره ثانيه، وهذا مش لازم. هلقيت احنا عرفنا كيف البابليك وكيف هذاك. انا حنزل لكم التطبيقين هدول، حتى تشوفوهم وتشوفوا كيف الشغل تاعهم. انت شرح كيف بدك تعمل فاير بيز حتلاقيه شرح في الفيديو في الوصف. كيف بدك تعدل على التطبيق كمان حتلاقوا الشرح في الوصف. اذا انت ما بتعرفش تعدل على التطبيق او بدكش تغلب حالك وبدكش يكون عندك اخطاء، ابعت لي اعدادات الفاير بيز الخاصه بك وانا بعمل لك التطبيق وبعطيك اياه. وبدك الصور كمان تغير الصور اللي دخلت في التطبيق، انا مستعد، ما فيش عندي اي مانع. انا كلها خدمه. هذه انتوا عارفين القناه هذه مش ربحيه ولا حاجه، هي بس تعليميه لا اكثر ولا اقل. وان شاء الله يكون الشرح عجبكم.